شعرك بيقع بالرغم انك مهتمه بيه، يبقى اكيد مصدقه الخرافات دي. لازم تغير الشامبو عشان شعرك بيتعود عليه. الشعر ما فيهوش جهاز عصبي عشان يزهق او يتعود. لو الشامبو اللي بتستخدميه نتائجه حلوه ومريحك كملي عليه، انما كل شويه تغيري ده اللي ممكن يعمل قشره او جفاف. غسيل الشعر بيزود التساقط. الشعر اللي بيبقى في المشط او بيقع في الحوض وانت بتغسليه هو شعر ميت اصلا ومكانه بصيله جديده بتطلع. ده بالعكس، لما بتغسليش شعرك بانتظام بيزود الدهون وبيزود الالتهابات، ودي اللي بتوقع الشعر فعلا. المنتجات الطبيعيه امنه 100%. مش اي حاجه من المطبخ تبقى تمام. في زيوت خام او اعشاب ممكن تسبب حساسيه شديده او حروق في الفروه. المنتج المتصنع بيكون متوازن الحموضه ومعالج عشان يكون امن. طب ايه الحاجات الحقيقيه اللي ممكن تكون مفيده للشعر؟ تغذيه كويس. الشعر محتاج بروتين وحديد وفيتامين زي سي واي اللي بينتجوا الكولاجين، واي نقص فيهم هيأثر بشكل مباشر على التساقط. اهتمام بفروه راسك. تنظيف منتظم مناسب لنوع شعرك، وعلاج القشر او الالتهابات لو موجود، لان فروه الراس هي الاساس. تقليل العوامل اللي بتكسر الشعر زي الحراره العاليه، استشوار او مكوى، الشد المستمر، التعامل العنيف مع الشعر وهو مبلول. لو شعرك بيقع بلاش تجربي وخلاص، افهمي السبب عشان ما تكبريش المشكله بايدك.